النهارده هنتعلم مع بعض أنواع الحملات الإعلانية اللي موجودة على فيسبوك، إيه هي نوعية كل حملة، إمتى باستخدمها، وليه أستخدمها، هاكسب منها إيه، وإيه هي المناسب ليها، هنتكلم عن كل حاجة. فاقلب الموبايل وتعالى معايا ننتقل لللابتوب علشان نتكلم على كل أنواع الحملات. جينا هنا كده وإحنا فاتحين الأدز مانجر بتاعنا بشكل عادي جدًا، وجينا دوسنا على create. هيبتدي إن هو يطلع لي كل أنواع الحملات الإعلانية اللي موجودة على فيسبوك. خلّينا نبتدي بأول حملة وهي أول stage في الaudience journey، وهي الawareness أو الclient journey وهي الawareness. طيب أنا باكسب إيه من الawareness دي؟ إمتى استخدمها يا عم فيسبوك؟ هو هنا بيقول لك good for الreach والbrand awareness الvideo views والstore location awareness. بمعنى الreach الوصول، لمّا أنت يبقى كل هدفك إن الإعلان يوصل للناس وبس. الbrand awareness لإن الوصول ده بيعزّز العلامة التجارية وبيخلّوا الناس يعرفوك أو يعرفوا أنت مين أو يعرفوا إن في مكان موجود اسمه كذا. الvideo views إن هو يجيب لك مشاهدات أكتر على فيديوهاتك. الstore location awareness لمّا أنت تبقى عايز تعمل ترويج أو تعرّف الناس عنوان المكان بتاعك. دي جزئية الawareness. طيب والtraffic؟ الترافيك أنا باستخدمها لمّا أنا أبقى عاوز link clicks أكتر، عاوز ييجي لي ضغطات كتير أوي أو ناس كتير أوي تدوس على destination معيّنة أنا حاططها، سواء رقم التليفون أو الweb site أو غيره. الlanding page views نفس الفكرة، إن أنا أحوّل الناس على صفحة معيّنة أنا عاوزهم يخشوها، هيقروا حاجة أو هيشوفوا حاجة ممكن توصّلني أنا لهدف معيّن في دماغي. أو الinstagram profile visits إن أنا عايز ناس أكتر تزور الinstagram بتاعي، فبالتالي ممكن يعملوا لي follow أو يعجبهم المحتوى، يعجبهم الحاجة اللي أنا باقدّمها. أو إن أنا أكون عاوز ماسنجر وانستجرام وواتساب مسجز، ولازم تكون عارف انك لو عاوز مبيعات مش هتختار الترافيك. هنا انت هيبقى هدفك انك يجي لك عدد رسائل كبير، لكن ما تقدرش تضمن ان يجي لك عدد مبيعات كويس من الرسائل دي. ونفس الفكرة في الكولز، ان انت يجي لك عدد مكالمات كتير، ولكن مش بالشرط او مش بالضرورة ان يجي لك منه مبيعات كتير. طيب لو جينا على اللي بعدها واللي هي الانجيجمنت، هو هنا بيقول لك جود فور الماسنجر والانستجرام والواتساب ان انت يجي لك مسجز كتيره، ولكن برضه لازم تكون عارف إن دي messages تفاعلية، يعني مش شرط ييجي لك منها مبيعات قوية. وبعد كده عندك الفيديو فيوز إن الناس تشوف عدد، يعني ييجي لك عدد مشاهدات أكبر على فيديوهاتك. البوست engagement إن الناس تتفاعل مع البوست سواء بلايك كومنت شير. أو الconversions التحويلات اللي أنت عايز تحوّلها على الويب سايت. أو الcalls واللي هي المكالمات. وبعد كده عندي جزئية الleads. وجزئية الleads هنا الأساس بتاعها وهي الinstant forms، إن أنا مثلًا لو شركة عقارات أو إن أنا شركة معرض سيارات أو شركة سياحة. يعني الفكرة إن أنا عاوز الناس تملى بياناتهم، يسيب لي اسمه، رقم تليفونه، عنوانه، أيًا كانت البيانات اللي أنا عاوزها، عشان بعد كده فريق الsales بتاعي يرجع يتواصل معاه. بابتدي أختار هدف الحملة يكون leads. وفي نفس الوقت برضه هو بيقول لك كويسة للرسايل بتاعة الماسنجر والإنستجرام والواتساب، وكويسة للconversions وللcalls. وبعد كده الapp promotion لو أنا عندي تطبيق أو عندي app بينزل على الplay store، بينزل على التليفون، وعاوز أعمل ترويج للapplication ده، أقدر إن أنا أعمل app installs والapp events. الapp events هي الأحداث اللي بتتم على الapplications اللي موجودة على الموبايل. أو الinstalls إن أنا عايز ناس أكتر تنزّل التطبيق بتاعي ويكون موجود عندهم. بعد كده هنيجي لأهم واحدة فيهم وهي جزئية الsales. دي الجزئية اللي أنت لو عاوز مبيعات هتبدأ تختارها، ما تختارش engagement عشان بتجيب رسايل أكتر، ما تختارش ترافيك علشان بتجيب رسايل أكتر. اختار سيلز لأن أنت هدفك مبيعات. ولازم تكون فاهم إن فيسبوك بيقسّم الaudience اللي عليه لشرايح. هو عارف إن الناس اللي في الترافيك هتاخد أكشن بس بعد كده مش هتبقى موجودة، عارف إن الناس اللي في الengagement هتتفاعل بس، لكن طالما عايز مبيعات اختار سيلز. وهنا في السيلز أنت تقدر تعملها conversions على الويب سايت، تقدر تعمل catalog sales لو أنت عندك catalog بالمنتجات بتاعتك على الbusiness account، وتقدر تختار إن هم يبعتوا لك رسايل على ماسنجر، انستجرام، واتساب، أو يكلموك على رقم التليفون. بكل اختصار وببساطة هي دي أنواع الحملات الإعلانية اللي موجودة على فيسبوك. ما تنساش تشوف الفيديوهات اللي نزلت قبل كده اللي بتعلمك ازاي تعمل كاستم اودينس ولوكا لايك اودينس وسيفد اودينس سواء على تيك توك او على فيسبوك، لانها هتفيدك بشكل كبير وتطورك في مجال الديجيتال ماركتنج. عاوز تتطور اكتر وتكون بروفيشنال، تقدر ان انت تروح على المنصه بتاعه ذا جود اكاديمي وتشوف الكورسات اللي موجوده عليها، لانها قادره تخليك محترف في مجال الماركتنج. انا زياد سليم، واحنا هنا كنا في ذا جود اكاديمي.